السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط وحيوية. تابعيني لآخر الفيديو ان شاء الله تستفادي منه. زي ما انتوا شايفين بقى النهاردة طبعا يوم السوق، وزي ما اتعودنا انا بروح السوق وبجيب طلباتي، وبعد كده باجي اقول لكم انا جبت ايه واسعارنا النهاردة كانت في السوق ايه. زي ما انتوا شايفين اهوت انا ابتديت بقى افضي حاجتي من الاكياس، عشان زي دايما ما بنقول المنظمات بتحافظ على الخضار وعلى الفاكهة يا بنات. يعني لو الحاجة هتقعد عندك في الكيس اسبوع، لا هتقعد في المنظم اسبوعين، لا وتلاتة كمان. يعني انا جربتها بصراحة لقيتها بتحافظ على الحاجة جدا. زي ما انتم شايفين اهوت ابتديت بقى افضي حاجتي. طبعا انا بروح يوم السوق بدري، عشان بجيب الحاجة مثلا بتكون طازة وبتكون حلوة. يعني في حدود حوالي الساعة 6 6 ونص، يعني بالكتير اوي لو اتأخرت بتبقى الساعة 7. ادي بقى دي شنطة للمشابك يا بنات جبتها. إيه، انا جبتها ب20 جنيه. مش عارفة بقى هي غالية انضحك عليا؟ يعني قولوا لي بقى في التعليقات هي فعلا غالية بال20 جنيه ولا هي يدوبك بال20؟ لان بصراحة انا سائلة في محل كان قال لي ب25، فانا لما رحت السوق النهاردة وبسأل عليها وكده قال لي ب20 جنيه فجبتها. مش عارفة بقى هي الاسعار عندنا زي ما موجودة عندكم ولا ايه؟ زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، طبعا انا كنت جايبة خضار، وكنت جايبة بتنجان للسليق كان ب5 جنيه، الجوافة كانت الكيلو ونص ب10، كلامنتينا ب5 جنيه، الموز كان ب12 جنيه، الطماطم كانت ب4 جنيه، البلح كان الكيلو وربع، والبتنجان كان برضو ب5 جنيه، والليمون كان ب10، والكوسة كانت الكيلو ونص، طبعا خيار كان الكيلو ونص. طبعا كنت جايبة خضار للمحشي، وده عدس بجبة، عايزة اعمل كشري مصري. وطبعا كنت جايبة الطلبات بتاعته، ودي طبعا الكرنب انا جايباها كبيره يا بنات، يعني هسلقها وهعملها على كيسين. انتوا طبعا زي ما انتوا عارفين احنا في الشتاء بنحب انا عن نفسي بحب المحشي كتير يعني. ممكن اكون في الصيف مش بحبه قد كده، لكن في الشتاء بحبه دايما، يعني يكون موجود في البيت وكده. زي ما انتوا شايفين اهو طبعا انا حطيت كل حاجتي بقى في التلاجة. طبعا انا مروقاها زي ما اتعودت معاكم ان انا بروقها قبل السوق بيوم، بشوف انا محتاجه ايه هجيبه بكره من السوق. عشان كده باجي من السوق افضي حاجتي في المنظمات بتاعتي وبرصها في التلاجة على طول، لان بكون ماسحه التلاجة بتاعتي ومفضيها من كل شيء. زي ما انتوا شايفين اهوت انا ابتديت بقى اغسل الرز بتاعي عشان اجهز الغدا بتاعي. انا مسكت بقى الرز بتاعي كده غسلته اول حاجه عشان انقعه، زي ما اتعودنا احنا بنغسله وبننقعه عشان ما ياخدش مننا وقت على البوتاجاز. جبت بقى الخضار بتاعي قلت اغسله. طبعا انا متعوده معاكم ان انا اي خضار انا بنقعه، زي الفجل الجرجير اي خضار، لكن البصل بالذات انا ما بنقعوش، انا بغسل البصل على طول يا بنات، لان البصل العنق الخضراء اللي فيه ديت بتبقى تملى ميه كده، وانا ما بحبش ان هي تملى ميه معايا. فانا بمسك البصل بنضفه وبمسكه بقى اشطفه تحت الميه كده واحده واحده، وبعد كده بحطه في كيس نظيف وبحطه في التلاجة. يعني بستنى بقى بعد ما غسلته ينشف، ينشف من المية اللي فيه كلها، وبعد كده بحطه في كيس وبغسله وبحطه في التلاجة وبجر منه بقى على طول. زي ما انتوا شايفين اهوت انا ابتديت بقى اغسل البصل بتاعي. صلاة بينا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذكر الله دايما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. نذكر الله دايما ونصلي على الحبيب، ربنا يبارك في كل شيء وأي شيء احنا بنعمله زي ما اتعودنا. وبحب اشكر يا حبايب قلبي كل حبايب قلبي اللي من داخل مصر ومن خارج مصر، اللي دخلوا عندي في القناة واشتركوا فيها. بقول لهم ان وجودكم على راسي من فوق، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، ولا من تعليقاتكم الحلوة ولا من كلامكم الجميل اللي بيشجعني وبيديني طاقة ايجابية وبيحمسني. والله العظيم انتوا نعمة نعمة كبيرة. حب الناس ده حاجة كده ما تتقدرش بالمال. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايب قلبي، ويدومكم دايما دايما نعمة في حياتي، اللهم امين. زي ما انتم شايفين اهوت طبعا انا غسلت الخضار بتاعي، ابتديت بقى اجيب السمك بتاعي. انا طبعا فضيت السمك بتاعي من الكيس، وجبت الكيس كده يا بنات حطيته في ارضيه الحوض، يعني على الصفايه بتاعه الحوض اللي بتنزل الميه. ليه بقى؟ عشان القشور بتاعه السمك بتاعتي ما تقفلش الحوض او تسد الحوض، وبعد كده بقعد اسلك فيه وكده، لا. بجيب الكيس بتاعي وبفرشه في ارضيه الحوض كده، وببتدي بقى انضف السمك بتاعي كله على الكيس ده. يعني بنضف بقى الزعانف والقشور والراس وكل حاجة والبطن وكله، وبعد كده بروح بقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بروح لما بقى الكيس بتاعي بكل التنظيف ده وبتخلص منه فورا، لاني ما بحبش ريحة الزفارة في المطبخ. ريحة الزفارة بتاعت السمك يا بنات بتدي ريحة وحشة جدا للبيت،
فدايما بروح متخلصه منها على طول. زي ما انتم شايفين اهوت، انا كنت جايبه السمك ده يا حبايب قلبي، كان الكيلو ب 30 جنيه. بس كانت سمكه جميله جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا دايما بحب اجيب السمك البلطي وبعمله في نفس اليوم، ولو اضطريت ان انا ما اعملوش في نفس اليوم ما بغيبوش في التلاجة يا حبايب قلبي. يعني دايما بحبه يكون طازج، يعني لو غيبته قوي بالكتير يبقى 3 4 ايام بس، مش اكتر من كده، لان ما بحبش السمك البلطي يغيب في التلاجة. لو سمك من المتلج بجيبه عادي ويفضل عندي بالاسبوع وبالاتنين، مفيش اي مشكلة، لان طعمه ما بيتغيرش وبيفضل بنفس النكهة بتاعته ونفس الطعامة بتاعته. لكن السمك البلطي بالذات زي ما قلت لكم ما بغيبوش خالص في التلاجة. فانا بقى جبت السمك ده وعملته طبعا في نفس اليوم، والله العظيم كان حكاية. وبعدين السمكة دي، ده انتوا دلوقتي هتشوفوا وانا بنضفها، كانت سمينة جدا فوق ما تتخيلوا. يعني انا قبل ما اغسل السمك مسكت الحوض غسلته، لان كانت سمينة خالص، ده ما يكون دهن كده. انا خلاص خلصت تنظيف السمك بتاعي. بدأت بقى اتخلصت اول حاجة من الزبالة بتاعت عزكم الله، يعني من الزبالة بتاعته، وابتديت اتخلصت منها خالص بره الشقة. وابتديت بقى امسك السمك بقى كده، بمسك السمكة بفتح قلبها وبظهر صبعي وبنزل بقى كل التكتلات الدموية اللي بتبقى في السلسلة بتاعت الظهر. يعني بمسكها بقى كده من عند الراس ومن سلسلة الظهر وكله، بشيل اي تكتلات دم في السمكة. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبيبي قلبي، شايفين الحوض بتاعي عامل ازاي من الدهن بتاع السمك. كانت سمكة سمينة جدا جدا، وكانت والله العظيم كانت جميلة. ابتديت بقى، هبتدي بقى اصفي الحوض معايا، اي مثلا حاجة سدت له الحوض بقى بشيلها. هبتدي بقى اول حاجة هغسل بقى المقص بتاعي قبل ما اغسل السمك، وهغسل بقى الحوض بتاعي الاول، لان كان الحوض زي ما قلت لكم كان فيه نسبة دهون فظيعة من السمك. ابتديت بقى اغسل بقى المقص بتاعي. هبتدي كمان اغسل الحوض بتاعي قبل ما اصب من السمك بتاعي خالص. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي، يوم السوق بيبقى يوم متعب جدا من البداية للنهاية، ولكنه سبحان الله بيبقى يوم خير، بتملي بيتك كله خير، وبيبقى يوم حلو جدا. انا على قد ما بتعب فيه بس ببقى مبسوطة ان انا جاي عليا اخر الليل وانا بيتي مليان بالخير وتلاجتي مليانة. طبعا احنا في الشتاء مش ضامنين الجو بيبقى عامل ايه، ودايما ساعات مثلا لما الجو بيمطر او الدنيا بتمطر وكده، فما بقدرش اروح السوق. فدايما بستغل السوق اللي يكون الجو فيه كويس بالذات في الشتاء وبروحه، يعني خوفا من الجو، لان طبعا بنتي وكده ما بقدرش اسيبها لوحدها. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا كان معايا دقيق وطبعا ليمون. مسكت بقى حبه دقيق كده ونزلت بالليمون بتاعي في الميه بتاعتي والدقيق، ونزلت عليهم بالسمك. ابتديت بقى اغسله كده، غسلته غسله نظيفه بالدقيق والليمون، وحطيت حبه من الخل. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. هبتدي بقى اشطف السمك بتاعي واحط عليه ميه نظيفه. هجيب بقى ليمونه كده وهعصره وهنقعه في الميه والليمون كده. خلاص السمك بتاعي خلص. هنعمل ايه تاني؟ هنبتدي بقى نعمل التتبيله بتاعه السمك او الدقه بتاعه السمك. انا هنا معايا فلفل احمر واخضر، ومعايا اللهم صل على النبي معايا توم، ومعايا طبعا ليمون، ومعايا طبعا حطيت تبلت بقى الدقه بتاعتي بالملح وبالكمون ومعلقه من بهارات السمك. زي ما انتم شايفين اهوت، انا دقيت الدقه بتاعتي ونعمتها. هبتدي بقى اعصر عليها الليمون. هكون خلاص شطفت السمك بتاعي كمان من الميه والليمون اللي انا كنت نقعها فيها. ابتديت بقى اصفيه كده واجيب سمكه سمكه كده. جبت طبق معايا حطيت فيه حبه من التتبيله في قعر الطبق، وابتديت بقى اتبل السمك بتاعي واحده واحده. زي ما انتم شايفين اهوت، انا بحط في قلب السمكه وبحط برضو على جسم السمكه من بره. هبتدي بقى اعصر الليمون بتاعي كده. كده خلاص السمك بتاعي خلاص اتبل. قلت بقى اعمل بقى ايه السلطه كده على ما الرز بتاعي يتنقع. انا كل ده بعمل كل طلباتي على ما الرز يتنقع عشان اولع عليه. قلت بقى بالمره كده اجيب السلطه بتاعتي اعملها. زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي، انا بحب اخلص كل طلباتي قبل ما بجهز الغدا. يعني لو سلطه لو اي حاجه بعملها قبل ما بجهز، بولع على الرز وبعمل السمك وكده، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا في الشتاء، وطبعا الاكل دايما لازم يكون جاهز، يعني جاهز سخن. يعني الاكل في الشتاء بيبرد بسرعه جدا. يعني لو انت طبختي على ما تعملي السلطه وتجهزي بقيه طلبات الاكل، بيكون الاكل سقع والرز سقع. لا، انا بجهز الطلبات الاول وبعد كده بولع على الرز وبحمر السمك. زي ما انتم شايفين اهوت، انا معايا الرز على النار. هبتدي بقى اتبل الرز بتاعي بالملح، اغطي عليه واسيبه يتشرب القعد بتاعه، وبعد كده هنهد عليه يستوي على نار هاديه.
زي ما انتم شايفين اهوت، انا جبت بقى الدقيق بتاعي، ابتديت اتبل الدقيق بتاعي. حطيت عليه اول حاجه معلقتين من النشا، وحطيت عليه معلقه من الكمون، ومعلقه من الملح، ومعلقه من بهارات السمك. انا كده تبلت الدقيق بتاعي. هبتدي بقى انزل بالسمك بتاعي في التتبيله. بس قبل ما بنزل بالسمك بتاعي في التتبيله، بمسك السمكه كده وابتدي انزل كل الدقه اللي عليها من فوق السمكه، يعني الدقه الخارجيه اللي هي بره السمكه، اللي انا حطاها على جسم السمك من بره. في ناس يا بنات بتشيل الدقه اللي على الجسم من بره بتاع السمكه واللي داخل السمكه. لا، انا بشيل بس اللي على اللي خارج السمكه من بره على جسم السمكه. ليه؟ لاني لما بحط الزيت واحط السمك بقى، بيطلع بقى الدقه دي بتطلع على وش الزيت وبتتحرق، وبتدي لون وحش للزيت، وبتطلع على السمك وبتدي له لون وحش. فانا بقى بتخلص من الدقه اللي خارج السمكه كده، وبعد كده بنزل بالسمك بتاعي في الزيت، وبيكون يعني بقلي، بحط السمك وبقلي وبخلص، والزيت بتاعي زي ما هو نضيف. طبعا احنا ما بنحتاجش الزيت بعد السمك في اي حاجة، ولكن بيبقى برضو السمك مدي لون حلو، اللون الذهبي الحلو. مش بقى الزيت بتاعي محروق ولا طالع عليه فتافيت سمرة من الدقة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهوت، انا طبعا كل دقيقة ببتدي اقلب السمكة على على الجنب التاني. ليه؟ عشان السمك بتاعي كله ياخد سوا واحد من الجنبين. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. طبعا السمك بتاعي الكبير بتهدي النار عليه عشان يطلع مقرمش او مستوي، لان السمكة الكبيرة في القلية بتحتاج تهدية في النار. اي سمكة عموما حتى لو انتي بتشويها بتهدي عليها النار برضو عشان تستوي. زي ما انتم شايفين اهوت، انا كل دقيقة ببتدي اقلب السمك على الجنب التاني. طبعا كان في الوقت دوت الرز بتاعي اتشرب القعد بتاعه، وابتديت بقى اهدي النار عليه. هنبتدي بقى نطلع السمك بتاعنا. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما يومنا وروتيننا النهارده خلاص خلص. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم. بحبكم في الله، ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.